العجز هو اخطر فيروس كاين في الكره الارضيه. العجز هو اخطر فيروس عرفته البشريه. الا مشى تقاسك لا دواء ينفع، حتى شي حاجه ما غادي تنفعك. كيقتلك، كيشللك، كيضعفك، ما كيخليكش تبغي الحياه، كيضيع لك فرص كبيره. بسبب العجز غتتعلم البليه، غتلقى راسك انت كتمارس جميع العادات السلبيه والسريه. بسبب العجز وليتي كتفهم في كل شيء وما كتفهم في حتى شي حاجه، تجاحد مع الناس وعصبي وعصبيه. العجز غادي يخليك انت كتحماق على الناس، ويا ريت كون كنتي كتنعس بحال الانسان. كتلقى راسك نتايا ديما سهران وكتفيق معطل، كلشي مخرمز عندك. الله ينجينا وينجيكم من العجز. procrastination، تسويف، حاجه اخرى. شنو الفرق ما بين انا كنعجز وانا كنسوف كنأجل؟ كاينين بعض الناس اللي كيكون عندهم امبالانس في الهرمونز، في السيلز نتاعهم، اللي هو في الخلايا العصبيه، في الخلايا الكيميائيه ديال الدماغ عندهم مشكل. كاين اللي كيكون جزء من الحياه اليوميه ديالك. انت تعلمتي تعجز، تسمى والديك كيعجزوك بزاف، سواء صحابك سواء انت كتعجز نفسك، وهذا هو البورسونتاج الراجح ان حنايا تعلمنا نعجزوا. وكيفاش كنوصلوا لمرحله العجز؟ عن طريق التسويف، وهذا هو الموضوع ديال اليوم. ناجل الحاجه. دونك كيفاش كيبداني العجز؟ العجز راه في الاول ما كانش. انت ملي كنتي صغير راه كنتي كطير، كتنعس مع 12 الليل، 6 الصباح راك فايق، كيقول لك صاحبي كنمشيو نلعبوا كره في 10 كيلومتر، كتمشي تلعب وما كتزقلش. امك كتقول لك تاكل وما كتكملش ماكلتك، باغي طير. الوغ فين هو العجز؟ دونك العجز امتى كيبدا يدخلنا؟ اكبر عدد ديال الناس كيتعلموا التسويف وكيتعلموا العجز هو من مور البكالوريا. علاش؟ ملي كتولي انت تحنا مسوق لك، ما بقاش باك حاضيك، ما بقاش امك حاضيك، وليتي كتخرج ما بقاش تحت كيسول فيك، طبعا انا ولا كلشي عندي انايا صافي ما بقى مسوق ليا. هنا كتبدا تاجل، لا صافي حتى الغدا، لا حتى بعد غدا، لا حتى الغدا، لا حتى بعد الغدا. كاين بعض الناس كيبداو من قبل، ملي كيكونوا في الامتحانات كيقولوا بلاتي الغدا، حتى بعد غدا، حتى الغدا، حتى بعد غدا. كيولي هو راه كله طاقه وكله حيويه باش يقرا، ولكن هو ولا في بريباري الدقيقه 90، ولا هو يخدم داك البروجي عنده في الخدمه الدقيقه 90، ولا في يكتب الرابور الدقيقه 90. دونك ملي كنولينا ناجل 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 نسوف، هنا كيتحول الفيروس لشيء ما اضطراب سلوكي نفسي اللي هو العجز. دونك الا بغينا حنايا نعالجوا العجز ما كنقربوش ليه، حيت العجز هو ما دار لك والو، راه انت. دونك شنو كنمشيو نخدموا التسويف. شنو من الحوايج اللي خصني نديرهم العكس ديال داكشي اللي انايا كندير باش وليت دابا انا معكاس؟ وكيفاش ننظم حياتي؟ اي حاجه كان خصني نديرها في حياتي خصني نديرها في الوقت. شنو هما لي تكنيك اللي خصني نستخدم الا كان عندي ضعف التركيز؟ حيت وي اغلبيه ديال الناس ملي كيكونوا هما علاش كيأجل ما كيلقاش معنى. ما كيلقاش معنى. نعطيكم مثال زوين. هذا تليفون وهذا دفتر. التليفون اللي هزيتو ما بين يديا غنفرح وانا كنستخدمه. علاش؟ كنهضر مع الناس، كنكومونتي، كنشوف راسي الا كنت كنلعب شي لعبه راه كنشوف السكور غادي كيطلع، كنحس بواحد لانتيراكسيون. من الدقيقه الاولى اللي كنشد التليفون ما نشد الدفتر ما كيهضرش معايا الدفتر والو. وعلاش انا كنكتب؟ علاش انا كنقرا؟ ما كاينش معنى. كنقرا على واحد المستقبل مجهول، ما كنحسش براسي مزيان. كاينين تقنيات اللي غادي يخليوك تنظم التركيز ديالك، كاينين تقنيات اللي غادي يخليوك انت تحس براسك كتستمتع وانت كتقرا. شنو الفرق ما بين الانسان المجتهد والغير المجتهد؟ بكل بساطه، واحد عنده بزاف ديال الطرقان باش كيوصل للهدف ديالو، واحد عنده غير طريق واحده باش كيوصل للهدف ديالو. فرضا التلميذ الغير المجتهد كيقول انا خصني نحفظ باش نجيب نقطه زوينه، دونك عندي الدفتر خصني نحفظه، والدفتر مكتوب بواحد الطريقه ما مزويناش، وكاين اللي كيجتهد واحد شويه يمشي يحفظ بالكتابه ولا يدير شويه خطاطات، فاش يجهدوا. من الانسان المجتهد كيعرف طرق كثيره بزاف، كينوع المصادر، كاين تقنيه ديال التركيز، كيعرف وقتاش يخدم وقتاش ما يخدمش، كاين تقنيه ديال التياتراليزاسيون بدا يتصور الحاجه، كاين تقنيات يستخدم تقنيه انه يهضر مع راسو، كيخلق واحد الجروب، كيمشي يدير دي زابليكاسيون، كاين تمارين كيعاونوا دغواتي غوش. دونك كيكون كينوع المعارف ديالو والمكتسبات وكيفهم وكيمشي واجد للامتحان. وقيس على ذلك يعني في الحياه المهنيه، الا كنا حنايا ضروري خصنا نبريباري واحد البروجي على ود الخدمه تاعنا. سيادنا الا كنتو كتفرجوا في هذا الفيديو في المكتبه ديالي الخاصه، دونك البروتوكول اللي ما بين يديك غادي اول حاجه يعطيك واحد 20 30% تيوري كتفهم مزيان كل حاجه منين جايه. ابخي اكثر من 70% كلهم تمارين تطبيقيه اللي غادي يعاونوك تخلص من هذه العاده السلبيه اللي انا كنعتبرها من اقوى الفيروسات اللي كاينين في الدنيا، باش ما تبقاش معكاز وما تبقاش كتسوف. الا كنتي كتفرج في هذا الفيديو سواء في فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، غتلقى اللين سواء في اول كومونتير سواء الفوق سواء لتحت، المهم غتلقى له لين، ويمكن لك تاخذ الكتاب اللي سميتو البروكراستيناسيون ولا التسويف ولا العكاز ولا البروتوكول. سينا غيعاونكم بزاف 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 بزاف. انا بيرسونالمون نفتح واحد القوس اللي بدل لي حياتي. الناس اللي عارفين، الناس اللي كانوا كيقراو وخداو البي اتش دي ولا كان عندهم دكتوراه ولا غير ماستر، بما انك انت كتبقى تولف على الامتحانات تولف على الامتحانات تولف على الامتحانات، كتوصل لواحد المرحله كيولي عندك واحد لو ستيل، كتوصل لواحد المرحله كتقول ويلي انا كنت
كنقرا او كنبريباري او كندير خدمتي بطريقه الخاطئه، اكتشفت واحد الطريقه اللي سريه. والعالم كله كيوصل لواحد الذروه ديال النجاح ملي كيلقى الطريقه السحريه. كوكاكولا هي كوكاكولا ملي لقات الطريقه السحريه. ستارباكس لقات الطريقه السحريه، لقات الوصفه السحريه. ملي كتلقى الوصفه السحريه كتمشي مزيان في حياتك. كنتي طبيب، كنتي مهندس، كنتي ضروري خصك تلقى شي طريقه سحريه. الا كنتي انت معكاز، انا نقدر نعتبر هذا هو البروتوكول اللي غادي يقربك للطريقه السحريه، باش انت وانت اللي كنتي في اي مجال غادي يعاونك تلقى طريقه سحريه او طريقه مختصره باش تولي ممتاز في المجال تاعك. سامارش. دونك فوالا سيدنا، هادشي اللي كاين. نتمنى هذا الفيديو يكون عاونكم، ونشوفكم عما قريب في البروتوكولات الجايين ولا في الفيديوهات الجايين. مع السلامه.